لقد حدث لي أمر غريب مؤخراً، كان مخيفاً إلى درجة لا تحتمل. بمجرد أن أتذكره أرتجف ويصيبني توتر غريب. منذ فترة انتقلنا إلى منزل جديد، كان واسعاً وفيه قبو كبير جداً، استخدمناه لتخزين الفائض من الأثاث. وذات يوم كنا نجهز المنزل لقدوم خطيبي وعائلته للعشاء، فطلبت مني والدتي أن أضع كيساً من الحاجيات القديمة في القبو. نزلت، وما إن وطئت قدمي أرضية القبو الباردة حتى انغلق الباب خلفي لوحده. قلت ربما هو الهواء، تجاهلت الأمر. لكن فجأة رأيت رجلاً يحدق بي بعينين واسعتين، ملامحه غير واضحة. تجمدت مكاني، لكنني أقنعت نفسي أنه مجرد وهم. صعدت لغرفتي أستريح قليلاً، غفوت من التعب، لكن عندما فتحت عيني كان الرجل واقفاً أمامي. أغمضت عيني وفتحتها، فركتها مراراً، لكنه لم يتحرك من مكانه. بدأت أقرأ آية الكرسي، استعذت بالله مراراً. دخل والدي وسألني عن حالي، أخبرته، فقال لي ربما هذا من توترك بسبب الخطبة أو ضغوط نفسية، لا تقلقي. في تلك الليلة جلسنا على طاولة العشاء مع خطيبي وعائلتي، لكن بينما كنت أتناول الطعام نظرت إلى الغرفة المقابلة، وإذا به الرجل ذاته واقفاً هناك يحدق بي مجدداً. قررت أن أواجهه. نزلت إلى القبو مجدداً، رحت أصرخ بصوت مرتجف: من أنت؟ وماذا تريد مني؟ ماذا تريد مني؟ لكن لم يجبني أحد. وحين هممت بالخروج رأيته مجدداً يقف أمام الباب، وعيناه سوداوان تماماً، لا بياض فيهما. تعالي، تعالي. كنت عاجزة عن الحركة، مشلولة من الخوف، حتى سمعت صوت والدي يناديني. وفجأة اختفى الرجل. ركضت نحو أبي واحتضنته، أخبرته بكل شيء، فقال لي غداً سأحضر شيخاً يقرأ عليك وعلى المنزل. في الليل نمت، لكن رأيته مجدداً في الحلم. قال لي لن أؤذيكم ما لم تؤذوني، القبو بيتي، لا تلقوا أغراضكم فيه. ثم هددني إن أتيتم بالشيخ سأحرق المنزل ولن تدخليه سالمة. استيقظت مذعورة وأقنعت أبي ألا يتصل بالشيخ. أخبرت أمي بكل ما حصل، ومنذ ذلك اليوم لم يظهر الرجل مجدداً. لكن في كل مرة أغادر غرفتي وهي غير مرتبة أعود لأجدها نظيفة تماماً. أسأل أمي هل فعلت هذا؟ فتقول لا. فمن الذي كان يدخل غرفتي؟ وهل ما زال يعيش معنا في القبو؟